هعمل معاكم النهاردة أطعم وأسرع حلو ممكن تعملوه. أم علي، نعملها بقى في الصيف أو في الشتاء، ناكلها سخنة أو باردة، بنحبها في كل أحوالها. هنعمل أكتر من واحدة، وكل واحدة منهم بإضافات مختلفة. يعني لو عندنا ضيوف وعايزين نعمل أم علي تبقى متكلفة كده ومتظبطة، أو لو عايزين نعملها بمكونات بسيطة جدا. وهنعملها كمان بطريقة المطاعم والمحلات اللي غيرت شوية في شكلها التقليدي. يلا بينا نبتدي في عمايلها على طول. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير. أم علي ممكن تتعمل بأكتر من حاجة، أولهم وأفضلهم عجينة الباف بيستري. بنجيبها وبالشوكة نعمل فيها فتحات بسيطة وندخلها الفرن تستوي، أو ممكن نجيبها مستوية جاهزة على شكل ملفيه. وكل ما كان بقى الملفيه ده طازة ومعمول حلو بيطلع طعم أم علي رائع. بنكسره لقطع صغيرة بالشكل ده ونستعمله على طول. أو ممكن كمان نعمله بالكرواسون، نقطعه لقطع صغيرة وندخله الفرن نحمصه. طعم أم علي بأي حاجة فيهم بيبقى حلو جدا. أول واحدة هنعملها من أم علي اللي هي بقى متظبطة وحاطين لها كل حاجة ومدلعينها يعني من الآخر. هنجيب الطاجن الفخار أو أي حاجة تحبوا تعملوه فيها. هنحط فيها كمية من الملفاي تبقى مناسبة لحجم الطاجن، ونحط عليها أي شوية مكسرات موجودين عندنا: جوز، لوز، عين جمل، بندق، أي كمية تحبوها وأي نوع. هنقطعه لقطع صغيرة ونضيفهم عليها. وهنحط معاهم كمان معلقتين أو 3 من جوز الهند، بيدي طعم حلو قوي. نقلبهم مع بعض وهنسيبهم بقى على جنب شوية ونجهز الحليب. هنجيب الحليب، ويفضل طبعا ان هو يكون حليب طبيعي وكامل الدسم، عايزينه سخن وبيغلي. هنحط عليه حليب مكثف محلى أو سكر، ومعلقتين أو 3 كبار من القشطة، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا. كل كيلو من الحليب بنضيف عليه علبة من الحليب المكثف المحلى أو نص كوباية من السكر، وما نضيفهمش مرة واحدة. يعني نحط شوية ونشوف محتاج ولا لأ. ظبطوا الطعم السكر زي ما بتحبوه. أنا هنا سخنت 3 كوبايات من الحليب، وحطيت عليهم ربع كوباية من الحليب المكثف، بس دفيته الأول شوية في الميكرويف عشان ما يبردش الحليب. ممكن تعملوا الخطوة دي كلها على النار لحد الحليب ما يغلي. نقلبهم مع بعض كويس ونسقي بيهم الملفي، نغطي الوش كله. حطوا كمية كويسة من الحليب عشان لما يتشرب يبقى طري وكريمي. وعلى الوش هنحط معلقتين أو 3 كبار مليانين من القشطة. قطعت القشطة لشرايح رفيعة قوي وحطيتها على الوش عشان تغطيه كله. واخر حاجة هحط عليهم رشة بسيطة قوي من السكر البودرة عشان تحمر الوش وتديله لون حلو. هندخلها تحت الشواية، يدوب بس الوش ياخد لون حلو بالشكل ده، والمكونات كلها تسخن مع بعضها. هي مش محتاجة نشغل عليها الفرن، الشواية بس كفاية قوي. نطلعها، ولو حابين بقى نحط عليها أي شوية مكسرات وتتقدم بقى وهي سخنة أو دافية أو حتى ساقعة من التلاجة. الطعم رائع، كريمية وطرية مع سنة قرمشة كده، مظبوطة جدا. نسيبها بقى ونعمل دلوقتي أم علي بالطريقة البسيطة ومكونات أبسط. هنحط الملفاي بعد ما كسرناه، وهنحط عليه شوية من جوز الهند وشوية من الزبيب، أو ممكن تعملوها سادة خالص زي ما تحبوا. وهنجيب الحليب يكون سخن بيغلي. دول كوبايتين من الحليب، هحط عليهم معلقتين كبار من السكر وربع معلقة صغيرة من الفانيليا. ظبطوا طعم السكر طبعا زي ما تحبوا. وهنحط عليهم كمان معلقتين كبار من الكريم شانتيه البودر. نقلب الكلام ده كله مع بعضه ونضيفه عليها. حطوا على قد ما تاخد معاكم، لأنها لما بتقعد شوية بنلاقيها شربت الحليب كله ونشفت، فعايزين كمية الحليب تبقى كويسة عشان تفضل معاكم طرية. ودول معلقتين من الكريم شانتيه، هنحطهم على الوش يغطوا الوش كله. جبت كيس الكريم شانتيه البودر، خدت منه شوية، حطيتهم في الأول على الحليب، والباقي خلطتهم مع شوية لبن صغيرين وحطيتهم على الوش. نوزعهم بقى كويس قوي، نفردهم على الوش يبقوا مغطيين الوش كله. وهنرش برضو عليهم رشة بسيطة من السكر البودرة، ما تكتروش سكر قوي علشان طعمه معاكم ما يجزعش. نسويها بنفس الطريقة تحت الشواية،
ولما نطلعها ممكن نحط عليها شوية من جوز الهند والزبيب. طعمها بيطلع برضو رائع جدا، وخصوصا لو الحليب اللي استخدمناه كان طبيعي وكامل الدسم. وكمان هي أخف شوية من أول واحدة عملناها، وكتير من المحلات والمطاعم بيعملوها بالطريقة دي، بس ممكن يحطوا شوية معاها من المكسرات. أو في محلات كمان بتعملها بالطريقة دي اللي هنعملها دلوقتي. الحليب برضو بيكون سخن ومغلي، وهنحليه بالسكر عادي جدا ونسقيها بيه. ندخلها تحت الشواية يدوب بس الوش ياخد لون. الشغل بقى كله بيبقى هنا على الوش، وبعد التسوية بيتحط عليها قطعة كويسة من القشطة وشوية مكسرات حلوين، وأي صوص بتحبوا طعمه، صوص كراميل أو صوص شوكولاتة زي ما يعجبكم. طعمها فعلا بيبقى خطير. اعملوها بالطريقة اللي تعجبكم. أهم حاجة إن الملفي يبقى طازة ومعمول حلو، والحليب يبقى طبيعي وكامل الدسم. الطعم هيبقى رائع. حطيته بقى إضافات أو ما حطيتوش، طعمها هيبقى حلو. جربوها وقولولي رأيكم فيها ايه. وما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بأي فيديو جديد هنزله. وأشوفكم على خير.